السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا عسلات يا قشطات يا امارات يا ستات زي الفل. يا رب تكونوا دايما فرحانين. النهارده معايا بقى مفاجأة جامدة، معايا المجفف ده بتاع الغسيل. حاجة جميلة قوي قوي. انا هشيل الفيشة بتاعته. شلت الفيشة بتاعته من الكهرباء علشان هعمله دورة التنظيف بتاعته. ده الدرج بتاعه بتاع اللي بيحول فيه المية بتاعة التنشيف. لازم كل كام مرة تحطيه، لو حطيتي غسيل كذا مرة تطلعيه، لانه بيبقى فيه ميه كتير قوي، لازم تدلقيها يعني منه، لازم تتفضى. ودي كمان بتاعه الوبر، خزانة الوبر، بتطلعيها برضو كل مرة بقى، كل مرة تحطي فيها غسيل. او لو انتي حاسة ان مثلا ممكن ساعتها اطلعها الصراحة كل مرتين او حاجة. بصوا بتبقى فيها وبر كتير قوي، بتنضف لك الغسيل من اي وبر. عارفين حركة المناديل اللي هي ملهاش حل دي اللي بتضايقنا وبتجننا؟ دي بقى حلها سحر. بتطلعيه كده زي ما هو كل الغسيل بمناديله، ما تقوليش بقى اغسله تاني، لا احنا كده كده حتى لو غسلناه تاني بيفضل فيه مناديل. بتاخديه كده زي ما هو بمناديله بعد ما تغسليه وتطلعيه من الغسالة وتحطيه في المجفف، مش هتلاقي ولا اي اثر للمناديل خالص، وهتلاقيه بقى نظيف وقشطة وزي الفل. كده طلعنا بتاعه الوبر عشان نضفناها، وطلعنا كمان الدرج بتاع الميه. هطلع بقى الدرج اللي تحت ده كمان، ده لازم كل فتره تطلعيه وتنضفيه كويس قوي تحت الميه، لانه بيكون مليان وبر بالهبل. فلازم كل فتره كده تعملوا له، يعني كل شهر مثلا او كل شهرين تطلعي الدرج ده وتعملي له ايه تنظيفه كده، دوره تنظيف. شايفين الوبر والوسخ اللي جواه ده؟ دي مش عفانه، دي وبر اصلا، بيبقى من الغسيل وكده. هو ده المجفف، بينضف لك الغسيل اول باول من اي حاجه. انا جايبه له يا بنات التلبيسه دي الصراحه، لما بكون مش حاطه فيه غسيل بلبسها له علشان احافظ عليه يعني. اللي هي بتاعه الغساله الاوتوماتيك الكامله، تجيبوها من عند الراجل وتحطوها عليه، هتحافظ عليه جدا. بصوا كمان مكان بتاعه الوبر متوسخه جدا، فبرضو هنضفها كويس قوي بالسلكة. بس انا الصراحة ما برضاش احط مواد يعني فيها، ولا سترس ولا اي حاجة من الحاجات اللي هي شبه كده. انا بعمل بمية وصابون بس كده، وكمان ما بكترش الصابون فيه، لان ده ما ينفعش ان انت تلحوسي فيه يعني حاجات مش مفهومة. فهنضف الحتة دي كويس قوي، وهمسحه من جوه. وهمسك بقى الحتة اللي من تحت دي، لان زي ما انتوا شايفينها كده متبهدلة بهدلة السنين. فهمسكها بقى بال بالاسفنجة اللي انا ماسكاها دي، وهمسكها ايه من جوه كده وانضفها كويس وامسحها. لو وصلتوا لحد هنا بقى ادوني لايكات كده جامده زيكم وجميله. وشجعوني بقى شويه، خلوا القناه تعلى بيكم وتكبر وتبقى احلى عيله. أه باذن الله ربنا يفرحكم يا رب، فرحوني. بصوا بقى هغسله غسله حلوه، حتى الاسفنجه دي هحسها مش عامله حاجه معايا، لان انا الصراحه سبته فتره علشان خاطر اعمله معاكم واوريهولكم يعني. المجفف ده وهم وحاجة جميلة كده، تريح ست البيت اللي معاها عدد من الأولاد، مثلا 3 4 أو عروسة برضو، وربنا يكرمها بالذرية الصالحة يا رب، اللهم أمين. فالصراحة تحفة. هجيب سلكة بقى اللي هي العادية دي وشوية صابون، ايه هكتر شوية صابون شوية يعني في الحتة دي، انما من جوه ما لعبتش فيه بصابون ولا بالسلكة دي الصراحة عشان خفت عليه يعني. هنضفه كويس قوي بالسلكه دي كده من جوه، وهمسحه برضو وانشفه. وهسيبه يا جماعه يتهوى، مش هشغله على طول، هسيبه شويه كتار او يوم مثلا تكوني مش هتشغلي خالص ولا عندك غسيل، وايه وتروحي سايباه يعني يتهوى من الميه والنظافه اللي احنا عملناها. هنضف بالسلك كويس قوي و... وهنشفه بقى بفوطه او بقماشه كده من عندي. ارجع اقول لكم بقى ان الاختراع ده وهم في ايه، في ان انتي بتطلعي الغسيل تحطيه تطلعيه ناشف تطبقي وانتي قاعده. جميل يعني، ممكن تحطيه جنب الغساله اصلا. تطلعي من هنا تحطي هنا ينشف بقى، ولا غسيل ولا مشابك، ولا مشابك وقعت في الشارع وروحي يا بنت هاتي المشبكين اللي وقعوا بسرعه على حسن ابن الجيران ياخدهم. عارفين انتوا الحركات دي؟ المشابك بتخلص مننا على كده، ان هي تقع في الشارع وما نلاقيهاش اصلا. ووقفة ان احنا ننشر ونعمل دي الصراحة رخمة، وكلنا ما بنحبهاش، زي وقفة المواعين كده. بس هنعمل ايه، ربنا يعيننا على الحياة يا رب ويوفقنا كلنا جميعا. الواحد ما جابش الأجهزة دي يا جماعة بالساهل والله، ولا فلوس كتيرة ولا يعني
بزخ يعني ولا الكلام ده، لا والله العظيم انا جات لي فتره كنت تعبانه جدا جدا، ما كنتش بقوم من على السرير تقريبا. فما كانش في حد يخدمني ولا حد يعمل لي حاجه، وانا معايا ما شاء الله 4 اولاد. فاعمل ايه؟ فالصراحه يعني ربنا يبارك لي في زوجي، كان بيحاول بقدر الامكان يجيب لي حاجه حاجه، يعني جاب لي المجفف ده قسط. وكنا بنسد الاقساط بتاعته لحد ما الحمد لله خلصت. جاب لي مره غسلت الاطباق، جاب لي كان يعني اي حاجه بتساعدني. بصوا شايفين الزباله اللي نازله؟ بس انتي لو هتنضفيه كل شهر او كل شهرين هيبقى ايه، هيبقى زي الفل. هو بس عشان الغسيل دايما بيبقى عندنا فيه وبر كتير. بس فربنا يبارك لي فيه يعني، كان بيساعدني بان هو يجيب لي اي حاجه تساعدني في البيت، اي حاجه تساعدني في مواعين، في غسيل، في اي حاجه. ما كنتش بلاقي ابدا. بنتي الصغيره هي اللي كانت بتساعدني، ممكن في نشير الغسيل، ممكن ما كنتش اقدر انشره اصلا، فكنت ارميه على السرير كده، على الانتريه، على اي حاجه عندي. ما كنتش بقدر اقوم خالص خالص. فالحمد لله الذي عافانا من هذا يا رب. ربنا ما يحوج اي حد لحد يا رب، اللهم امين. ويبارك في صحتنا جميعا. فوحشة الحوجة، وحشة جدا ان انت تستني حد يدخل عليكي. اولاد صغيرين نفسهم ياكلوا، نفسهم يشوفوا ايه اللي وراهم، مذاكرة وتعب. لو عيل تعبان، لو عيل عايز يذاكر، لو عايز يعمل حاجة، مش لاقي الام، فاهمين؟ ومش لاقي برضو بديل للام. يعني برضو الاب مهما عمل اي حاجة مش هيبقى زي الام. فده شيء اساسي، مش عمره ما هيكون زي الام ابدا. فربنا يا رب ما يحوجنا لحد، ويدينا الصحة والعافية يا رب، اللهم امين، ويقوينا على اللي احنا فيه. وربنا ما يوريكم ابدا حاجة وحشة، لا في نفسكم ولا في عيالكم ولا في بيتكم ولا في اي حاجة، ولا يحوجكم لاي حد. بس بقول لكم بقى زي الفل. انا برضو نضفته من بره مش بصابون قوي عشان ما جرحوش وكده. فنضفته من بره ومن جوه كده. خلاص هبدأ بقى ان انا هفضي الدرج اهو، بيبقى فيه هو في اصلا فتحة. انتي بس يا دوب بتقلبيه كده وهو مع نفسه بيفضي وخلاص، وبترجعي الدرج تاني زي ما هو. هوريهولكوا برضو. وهيبقى البتاعه اللي مليانه الخزانه دي، همسكها بقى تحت الحوض. بتمسكيها بقى ايه، تحطيها كده تحت الحنفيه. بصوا الزباله اللي نزلت، منزله يعني، اجرك الله. الحمد لله. بس فهمسكها بقى انضفها من كل النواحي، هدخل فيها ميه من هنا ومن الجناب ومن فوق. وهمسكها كمان، مش هيعجبني الحنفيه، مش عارفه اعمل كويس يعني، ادخل ميه كويس. فكنت عايزه اديها حاجه جديده كده، احس ان هي نضفت من جوه. اعمل ايه؟ مسكت الخرطوم الضغط. مسكت الخرطوم الضغط الشديد ده اللي احنا عارفينه بتاع السجاد، وفضلت الصراحه اعمل فيه من فوق. هتشوفوا دلوقتي معايا وانا بجيب الخرطوم وايه وبدخله جواها كده، او بحطه عليها من بره كده. وهو بقى ايه، الضغط بتاعه شديد جدا، فهينضف لي اي حاجه اهو. ثواني هجيب لكم بقى الخرطوم الضغط اهو كده هحطه. بس هو كان نضف يعني الصراحة. انا كنت عايزة بس ايوه الحاجات البسيطة دي كنت عايزة اتأكد ان خلاص كده هو نضف 100%. فهو الخرطوم ده دايما بعمل بيه كده، فبينضف لي كويس قوي. حتى في غسيل السجاد الخرطوم ده تحفة، اللي عايزة تشتريه لغسيل السجاد والله العظيم تحفة تحفة. الضغط بتاعه جميل، عامل زي بتاع المغسلة بالظبط. شديد كده وجميل. وبينضف لي اي اتساخات لو لازقه وحطيتيها عليه كده بتلاقيه في ثانيه طلعها من كتر الضغط، شده الضغط بتاعه يعني. كده خلاص انا نضفتها، هصبنها بس من بره كده، وكده هي نطفت معايا. في حاجات بسيطه كده ممكن نشتريها ورخيصه على فكره. على فكره الخرطوم ده رخيص جدا. انا جبته يعني وحلو الصراحه، نفعني في غسيل السجاد او في السيراميك او في اي حاجه. حلو قوي، نفعني جدا الصراحة. ورخيص يا بنات، هتلاقوه عند بتاع مستلزمات ايه يا ربي. انا كنت الصراحة جايباه من على امازون، يعني من على كنت جايباه اونلاين، ما كنتش جايباه من عند حد صراحة. بس مش عارفة ممكن تلاقوه فين. ممكن تلاقوه عند بتاع الحاجات المستلزمات المنزلية دي. شجعوني بقى، شجعوني لايك كده واشتراكات جميلة زيكم، علشان بقى بصوا يعني انا زعلانه انتوا مشاهداتكم قلت ومش عارفه ليه. وكمان اللايكات بقيتوا بتستخسروها فيها جدا، بتعملوها كده بالعافيه. فربنا يكبر بخاطركم كده، فرحوني.
هرجع بقى هنا الدرج اهو، سهل قوي. بقول لكم خلي بالكم يعني اللي تحطيه مقلوب، الحته المايله دي بتتحط جوه. وكده دخلت بتاعه الوبر، وهدخل كمان الخزانه دي مكانها، وكده هبقى خلصت معاكم الروتين. يا رب يكون عجبكم وخفيف على قلوبكم، وتكونوا حبيتوه واستفدتوا منه ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه لتجربتي مع المجفف، هو فعلا جميل 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 وحلو جدا ومفيد. وهو فيه برامج، لو عايزيني بقى اعمل لكم كمان روتين ونتكلم مع بعض على البرامج اللي فيه. لان هو كل نوع غسيل بيتحط على برنامج معين زي الغسالة كده. فلو عايزين قولولي، وانا ان شاء الله هعمله معاكم باذن الله، واعرفكم كل حاجة وكل تفصيلة فيه ان شاء الله باذن الله. وكده خلصت الروتين وقفلته وخلاص، وحطيت له الحافظة كمان. واشوفكم على خير في روتين جديد، ويا رب تكونوا بخير، ومع السلامة.